اول سبب احنا ليه بنفشل هو ان احنا مش جد زي ما احنا متخيلين. يعني احنا مش بالجدية اللي انت فاكرها. والموضوع ده ليه امثلة كتير جدا. في امثلة كتير جدا على ان احنا ليه مش بالجدية. ماشي. عايزك تتخيل واحد. آه طبعا انت لو عايش في مصر او عايش في دولة عربية، حلم من الاحلام الشائعة جدا ان الطفل يبقى عايز يبقى لعيب كورة. تمام. كل الأطفال من سن مثلا 7 8 لحد الله أعلم كام عايزين يبقوا لعيبة كورة. ماشي. وانت أكيد شفت ناس كده، سواء انت شخصيا أو حد غيرك كان معاك في المدرسة، كان معاك في أي حتة انت بتروحها. الكل عايز يبقى لعيب كورة، كل نفسه ان هو يبقى لعيب كورة وأحسن لعيب في العالم، وينافس ميسي وكريستيانو ومش عارف ايه. بس النسبة دي يعني لما تتحط في اختبار معين كلهم ما بيعدوش منه. تمام. لان هم عارفين ان هم مش بالشطارة اللي هم فيها. هم عارفين ان هم مش كويسين زي ما هم متخيلين. والحلم ده غالبا بيتدمر وانت 17 ل20 سنة. غالبا بيتدمر بدري، بالذات ان احنا دلوقتي زي ما انت شايف اللعيبة اللي بتطلع وتلعب في اعلى ليفل بيبقوا 18 سنة. تمام. فالكدبة بتاعت انت مش صغير وعندك وقت ومش عارف ايه، الكدبة دي ما عادتش بتشتغل. لان دلوقتي العيال اللي بتلعب في برشلونة عندها 18 سنة. تمام. في المنتخب جايبين حمزة عبد الكريم اللي هو عنده 18 سنة. فانت لا، الوقت مر وهتفشل. ليه بقى؟ لان انت مش بالجدية اللي انت فاكرها. انت اول اختبار اتحطيت فيه ان ابوك يقول لك هتدخل جامعة وهتسيب الكورة، انت استسلمت تماما، قلت له ماشي تمام انا معاك. وحتى ما حاولتش انك تناقشه في الموضوع. حاولت شوية بس انت من جواك عارف ان المناقشة دي مش هتفيدك في حاجة. تمام. عايزك تحط في دماغك مثلا واحد زي محمد صلاح. محمد صلاح يا جدعان المينتاليتي بتاعته حاجة في ليفل مختلف. يعني الراجل ده انا تقريبا عمري ما شفت ولا عمري هشوف واحد في المينتاليتي دي. المينتاليتي بتاعته احسن من ميسي، احسن من كريستيانو، احسن من لعيبة العالم كلها حرفيا. هتقول لي ايه ازاي محمد صلاح احسن من ميسي وكريستيانو ومش عارف ايه. اسمع مني. محمد صلاح البيئة اللي طلع منها بيئة بيئة حقيرة لدرجة، يعني انا مش عايز ما بغلطش فيه هو ولا في المكان اللي هو منه وكده. بس هو من مصر يا جماعة. وعايز اتخيل شاب مصري صغير في السن قاعد في القاهرة، قد ايه الموضوع بيبقى صعب عليه. ومحمد صلاح ما كانش في القاهرة، محمد صلاح كان في قرية في طنطا. تمام. تخيل بقى الموضوع صعب عليه ازاي بزيادة، ان هو اصلا يشم ريحة اوروبا. تمام. و لا، ما استسلمش. كان بيعمل حاجات غبية جدا. ان هو مثلا يروح يتمرن كل يوم للقاهرة 4 ساعات ونص رايح 4 ساعات ونص جاي. جماعة الموضوع ده مش اي حد يقدر يعمله 5 مرات في الاسبوع. الموضوع ده مش اي حد. كريستيانو لو اتحط في الموقف ده وهو صغير، انا متأكد ان هو ما كانش هيكمل. انا متأكد. وانا عارف ان انا دلوقتي بعمل كونتروفرسي شوية، ان انا بقسم البلد نصين، وفي ناس هتخش تشتمني وفي ناس هتتفق معايا. بس انا ما بقولش ان كريستيانو وميسي هيستسلموا وكده. انا بقولك تخيل لو هما في نفس المكان اللي كان محمد صلاح بدأ فيه. انا عايز اتخيل يعني الجدية هنا السبب اللي وصلته للمكان اللي هو فيه دلوقتي. ماشي. وانا ممكن ما اكونش بني ادم مهتم بالكوره قوي، يعني زي ما انتوا شايفين انا مهتم بايه. انا ممكن ما اكونش مهتم بالكوره قوي، بس الكوره يعني بتطلع لك نماذج كده شويه. او انا بتكلم على سيلبرتي يعني بشكل عام. محمد صلاح يا جماعه المينتاليتي بتاعته لازم يتكتب عليها كتاب. الحاجه اللي عملها مستحيله. انا لو جه قال لي اعمل نفس الحاجه كل يوم 5 مرات في الاسبوع وهتوصل الحاجه اللي انت عايزها. مش انا بس، اغلب كوكب الارض لو اتقال لهم بالطريقه دي
محدش هيعمل حاجة، لان يا جماعة المجهود اللي بيتحط كبير قوي يا جماعة، المجهود اللي بيتحط كبير قوي. وممكن ده يكون أخره سنين من حياته في البداية عشان لحد ما يوصل لأوروبا وكده، بس وصل في الآخر. هو طلع بنفسه قال أنا هوصل، مش عارف ازاي، بس أنا هوصل. والحاجة اللي أنا عايز أقولها لك هنا، الخبر السعيد، إن محمد صلاح غالبا غبي بذكاء، اللي هو أو من كتر ما هو، اللي هما، مش عايز أغلط فيه، بس هو الراجل ذكي قوي وفي نفس الوقت ما بيفكرش كتير. هو لو انا متاكد ان هو لو كان قعد ربع ساعه مع نفسه يفكر ساعتها زمان وهو لسه شاب صغير محتاج يضرب المشوار من القريه بتاعته لحد القاهره عشان يتمرن كل يوم، غالبا لو كان قعد يفكر مع نفسه ما كانش هيعمل حاجه غالبا. ده الشيء اللي انا متاكد منه، ان هو هيقول انا بعمل ليه كده، انا مش فاهم انا بضرب المشوار ليه عشان اروح العب كوره واجي. طب افرض ما وصلتش للي انا عايزه في الاخر، افرض احتماليه كبيره، بس لا، مش ده اللي حصل فعلا. طلع طلع من البيت، حارب، اتنقل كذا مواصلة عشان يوصل المكان اللي هو عايزه، راح يتمرن، وبعدين رجع تاني البيت، وكان في الروتين ده كل يوم حرفيا. هل انت جاهز انك تعمل حاجة زي دي عشان توصل الحاجة اللي انت عايزها؟ الإجابة غالبا هتبقى لأ. الإجابة غالبا هتبقى ان انت مش جد كفاية انك توصل الحاجة اللي انت عايزها. حلم من الأحلام المنتشرة جدا عند الشباب دلوقتي انهم يعملوا بيزنس اونلاين ويعملوا فلوس منه، يعني عشان ما يشتغلش شغل العبيد بتاع الشغل العادي يعني الوظيفي، وعشان يريح نفسه ويريح اهله وما يحتاجش حاجة من حد، يعني تمام. المشكلة هنا ان اغلبية الناس فاكرة ان الحياة سهلة، اغلبية الناس فاكرة ان الشغل ده سهل، اغلبية الناس فاكرة ان هو من اول مرة هيعمل كده والدنيا هتمشي معاه. انت اكيد شفت الناس اللي بتبيع كورسات، اللي هم ازاي يعني ازاي تخليك تعمل فلوس وكده. في ناس كتير جدا بتشتري الكورسات دي وتقول الكورسات مش حلوة ومش عارف ايه، بتنصب علينا وكذا كذا كذا. خليني اقولك ان انت لو المشكلة فيك ده مش معناه المشكلة في الكورس. هقولك ازاي. انت دلوقتي لو رحت اشتركت في جيم، تمام، قعدت على طيزك الشهر كله ما عملتش حاجة وما اتغيرتش، بل بالعكس بقيت اسوأ، هل دي مشكلة الجيم ولا مشكلتك انت؟ الجيم بيوفر لك كل السبل المتاحة حرفيا انك توصل للحاجة اللي انت عايزها. دي حاجة انت لازم تعرفها. هل انت بقى عملت دورك، هل انت عملت دورك؟ هل انت عملت الدور بتاعك اللي انت تروح وتتمرن ومش عارف تنتظم في نظام غذائي ومش عارف ايه؟ اكيد لا. عشان كده فضلت في نفس المكان، بل بالعكس بقيت اسوأ. نفس الحاجة مع اي حاجة تانية حرفيا. لو انت بتحاول تعمل فلوس، البشر الطبيعيين عندهم فكرة ان انت ممكن هوب تعمل كده وتعمل فلوس من بكرة. لا، انت حرفيا اي حاجة ممكن تعملها هتفشل مينيموم 10 مرات. البني ادم الافرج يقول هتفشل مينيموم 20 مرة. تمام. لو انا قلت لك انك هتفشل 20 مرة في اي حاجة تبدأها وهتوصل ليها في الاخر، فانت غالبا مش هتقعد تأجل فيها وتقعد تسوف وتقول لا انا هعملها بكرة هعملها بعده مش عارف ايه، لا مش دلوقتي انا مصدع. اكيد هتروح تعملها في اسرع وقت ممكن، صح؟ هتعملها في اسرع وقت اكيد، لان انت عارف انك محتاج انك تعملها، لان انت عارف انك مش هتقدر ما تعملهاش، لانك انت عايز تفشل بسرعة. انت عايز تخلص المحاولات دي كلها بتاعت الفشل عشان توصل للحاجة اللي انت عايزها. الموضوع طبيعي. ودي في اي حاجة، في بيزنس، في رياضة، في حاجات كتير جدا نفس القاعدة تنطبق عليها. حاجة من الحاجات اللي الناس بتفشل فيها فعلا، بالذات الشباب، وده بيوضح لك فعلا ان انت مش جد في الحاجة اللي انت عايز تعملها، هو اختبار البنت اللي بتظهر في حياتك فجأة وتبوظ لك كل حاجة. انا واحد صاحبي كلمني من فترة قال لي ان هو يعرف واحد صاحبه وكده، عرف بنت، والبنت دي اصلا مش هاي كواليتي خالص، هي ممكن تكون حلوة بس مش هاي كواليتي، ما هياش البنت اللي انت تحارب علشانها.
او مفيش بنت اصلا تستاهل انك تحارب عشانها، بس انا بقولك انها مش مستاهلة. يعني البنت عادية وشخصيتها خرا وبتكلم شباب كتير، بس زي ما بيقولوا الحب اعمى. الحب اعمى لان ببساطة الواد ده كان ليه اهداف معينة، كان ليه احلام معينة عايز يعملها. كان عايز يعمل فلوس، كان عايز يعمل اللي هو كان عايز يعيش حياة كويسة، كان عايز يبقى من نيو ريتش، من الناس اللي هم بيسموهم نيو ريتش، اللي هم الشباب اللي هم صغيرين من 20 لحد 23 24 25 لحد 30 سنة، اللي بيشتغلوا اونلاين وبيعيشوا في اي مكان هم عايزينه، وبيسافروا بيلفوا العالم، بيأجروا احسن عربيات في الكوكب يركبوها بشكل يومي. هو كان عايز يبقى من النوعية دي من البشر. بس للأسف اللي حصل ان في بنت وقعت في طريقه، الله اعلم ازاي، الله اعلم ايه الهدف من الموضوع ده. بس انا بقولك دلوقتي اختبار البنات هو اصعب اختبار انت هتعدي بيه. لان بص اقولك حاجة، البنت اللي انت فاكرها 10 out of 10 و... وفي ترم كده اللي هو بيقولك دي 11 out of 10، مش 10 out of 10، دي 11. اللي بيقولك انها 11 out of 10 اعرف انها 5 من 10 at best، 5 من 10. وهو عشان ما تمش الاختلاط مع بنات كتير الفترة اللي هو عايشها، فهو شايف ان دي التوب، دي التوب بتاعت الفود تشين حرفيا. هو فاكر ان دي احسن حاجة ممكن يلاقيها. سؤال ليك كراجل عايز يطور من نفسه وعايز يوصل لمرحلة كبيرة في حياته، هل البنات اللي انت بتقابلهم دلوقتي، ماليش دعوة بتقابلهم ازاي، هل اللي انت بتقابلهم دلوقتي احسن حاجة انت ممكن تقابلها في حياتك؟ اكيد لا، بل بالعكس. البنات اللي انت بتقابلهم دلوقتي ايا كان انت فين، دول اقل كواليتي هتقابلهم في حياتك. لان انت لو راجل بيطور من نفسه، فانت مع الوقت الليفل هيعلى. انت دلوقتي في اللي هنا بتتعامل مع البنات اللي هنا وبتقول ان دول هنا، الموضوع مش منطقي خالص. تمام؟ وهقول لك ليه. خلينا نعترف ان المان ديتس داون والومن ديتس اب. معنى ايه؟ لو انت راجل 7 من 10، فانت غالبا هتتعرف على واحدة وتتجوز واحدة 5 من 10، 4 من 10. انت بتشوف الموضوع ده بشكل شائع دلوقتي، بتلاقي شباب كتير يستاهلوا حاجة احسن بكتير من اللي معاهم، ورايحين يتعرفوا او يتجوزوا واحدة اقل منهم بكتير قوي بكتير قوي. اللي هو انت تقدر تعمل احسن من كده. وما بتكلمش عن شخص، عن طريقة شكل او خلقة. لا، انا بتكلم كشخصية، كباكج، فول باكج. البنت اللي هو متعرف عليها ما تستاهلش ان هو يبقى معاه. لان هو كراجل بيطور من نفسه، انت يا حبيبي ما عندكش ليميت، انت ما عندكش حد معين خلاص هتقف فيه ما حدش هيبص لك. لا، بل بالعكس، انت كل ما تقدم، كل ما تكبر، كل ما خبرتك تزيد، السكشوال ماركت فاليو بتاعتك هتعلى، او الاس ام في بتاعك هيعلى جدا. تمام؟ السكشوال ماركت فاليو لو ما تعرفش، هي مجرد صيغه الناس بتتكلم عنها ان انت في ماركت الرجاله بالنسبه للستات انت فين. في ناس تحت خالص، في ناس فوق خالص، في ناس في النص، في ناس مش متشافه اصلا. انت فين؟ انت لازم تعرف الجواب ده. الفكره هنا ان زي ما قلت لك، دول اقل كواليتي بنات انت هتعرفهم. فهل اقل كواليتي بنات انت تعرفهم مستاهلين انك تضحي بكل حاجة انت حلمت بيها علشان بس اللي هو ترضي واحدة؟ وانا مش هقدر الومك الصراحة، لان احنا مجتمع اتربى ان البنات فوق لان هي بنت، وانت تحت، انت العبد بتاع المجتمع. انت اللي ممكن تضحي بنفسك وتبقى الخروف اللي بيتم التضحية بيه في العيد عشان بس ترضى عنك البنت اللي فوق. مفيش حاجة اسمها كده، دي برمجة خاطئة تماما. ومش جاي اقولك ان الرجالة احسن من الستات، بس الرجالة في المجتمع لازم يبقوا هنا والستات لازم يبقوا هنا.
لان مساواة، ما انت ما تقدرش تعمل مساواة. فكرة المساواة اللي بيتكلم عنها بني ادم عبيط. العبط في مجرد كلمة مساواة. هتعمل مساواة ازاي؟ هل انت فعلا تقدر تحقق الموضوع ده؟ 100% لا. حتما لا. قطعا لا. انت ما تقدرش تعمل مساواة. هتعمل مساواة ازاي؟ خلينا نفكر. من بكرة ناخد البنات اللي عايز تشتغل ونوديهم، فكر نوديهم لكهف مثلا يدوروا على فحم، وينزلوا تحت الأنقاض ومش عارف ايه وينقذوا ده ومش عارف. مفيش بنت هتعمل كده. هقولك الفيمينيزم ببساطة ايه اللي حصل فيها آخر كام سنة. خلينا بس قبل ما احكي لك عنها، خلينا نعترف ان اي ترند بيطلع في امريكا واي تغير اجتماعي بيحصل في امريكا والغرب بيوصل عندنا الدول العربية بعد تقريبا من 10 ل15 سنة، 5 سنين at best او at worst. ازاي بقى؟ اول حاجة لازم تعرف ان فكرة الفيمينيزم بدأت من عندهم. ماشي. وفي عندنا احنا برضو نسوان طلعت في البداية برضو زمان يقعدوا يقولوا فيمينيزم ومش عارف ايه، احنا عايزين الستات تبقى ليها قدوة في الكلام الغريب اللي انت عارفه ده. وانا هنا مش بقلل من الستات بالمرة، انا بل بالعكس، انا واللي زيي يعني عايزين نريح الستات على قد ما نقدر ان هما ما يتبهدلوش. لان الفيمينيستات دول هما اللي عايزينهم يتبهدلوا، هما اللي عايزينهم يطلع ميتين ابوهم. والبنات في امريكا interestingly، البنات في امريكا دلوقتي استوعبوا الفكرة، قالوا لا دول عايزين يضحكوا علينا. البنات في امريكا عرفوا الخدعة بتحصل ازاي. البنات عرفوا ان هو بيضحك عليهم. عرفوا ان الكلام ده مجرد عبط، عبط بيتقال والناس بتصدقه والبنات بتصدقه. لان خلينا اقول لك فكرة، البنات بيتم استعباطهم بطريقة سهلة جدا لان هما emotional creatures، كائنات عاطفية. فهم بيتبعوا العاطفة بتاعتهم، مش بيفكروا بالمخ، مش بيقولوا لا بس ده لو حصل ده ممكن يحصل. لا، هما بيتبعوا العاطفة بتاعتهم. لو رحت البنت صغيرة دلوقتي او بنت اللي هي شابة، عايشة حياتها كلها ان هي تقوم بشغل الستات وتقعد في البيت وما تعملش حاجة ومعززة مكرمة وكده، وجبت واحدة تضحك عليها تقول لها انت هتشتغلي بقى ويبقى ليكي فلوسك الخاصة عشان لما تتطلقي. ليه دايما بيحطوا فكرة ان انت هتطلقي؟ هم عشان بيحطوا فكرة ان انت هتطلقي فانت فعلا more likely ان انت تطلقي. لان هم مش جد، هم مش بالجدية الكافية ان يروحوا يتجوزوا. دي حاجة بسيطة وحاجة معروفة، هم مش بالجدية الكافية ان هم يروحوا يتجوزوا. لو لا قدر الله واحد اتضحك عليه واتجوز واحدة منهم، ده اللي هيحصل. كام شهر، سنة، 2، وهتطلق. فهي محتاجة ده، لان هي more likely انها تطلع عن اي بنت تانية. عقلية سيئة، فكر سيء، بوظ المجتمع بكل الطرق. لان البنات او الستات هم اللي بيبنوا المجتمع. بيبنوا المجتمع ازاي يا زياد؟ مش احنا اللي بنعمل كل حاجة؟ اه احنا اللي بنعمل كل حاجة، بس حاجاتنا ما هي الا عرض للحاجة اللي حصلت من الستات بتاع الجيل اللي فات. تمام. ستات الجيل اللي فات لو ما كانوش ربوك، لو ما كانوش عيشوك في بيئة مناسبة من وانت صغير، ما كنتش هتطلع البني ادم اللي انت فيه دلوقتي. ممكن انت تبقى سيلف ميد ورايح في طريق غلط وعرفت الطريق الصح somehow، بس انا بتكلم كمجتمع. هل انت تقدر تعتمد ان مجتمع كامل يبقى ماشي في طريق غلط ويلاقي الطريق الصح؟ اكيد لا. مفيش حد مننا يقدر يأفورد الموضوع ده، او مفيش حد مننا يقدر ان هو
يخاطر بحاجة زي دي. عشان كده علشان كده الفيمينيستات فشخوا الكوكب، فشخوا كل حاجة. والمضرور من هنا مش الرجالة ما تأثروش خالص، اي بروميس. مفيش اي حاجة اتغيرت. الستات هما اللي اتبهدلوا، البنات اتبهدلوا. وكلها كام سنة هيعرفوا الحقيقة ويقولوا احنا كنا غلط، والدنيا مش ترجع زي ما هي. للأسف. للأسف الغلطة ما هيش بتتصلح بسرعة، واللي اتكسر مش بيتصلح، والحاجات دي ما بتحصلش. فكل بنت ضحية وقعت في مجتمع عمل ادوبشن لفكرة اسمها الفيمينيزم. ما اقدرش الومك، ما اقدرش اقول لا انت غلط ومش عارف ايه، لان المجتمع كله رايح للجهة دي دلوقتي. المجتمع كله رايح في داهية. تمام. وانا بقول كذا مرة، انا ما بوجهش اي اهانة للستات، انا بوجه اهانة لفكر، فكر عقيم بوظ المجتمع، خلانا مش عارفين نعيش حياتنا بطريقة طبيعية، خلى في منافسة بين الراجل والست، منافسة تافهة، تحس ان ناس عندهم 10 سنين هما اللي دايرينها. اللي هو الفكرة نفسها مش منطقية يا جماعة، خالص خالص. البنات لازم يقعدوا في البيت يرتاحوا، ما يتبهدلوش، لان البنت ايا كان او مهما كان حاجة بريشس في المجتمع. تمام. ايوه انت كراجل ليك قيمة عالية برضو، اوعى تروح تكلم واحدة وتتحايل عليها تقعد ترد عليها بالله عليك مش عارف ايه. انت ما تعملش كده، الموضوع مش مستاهل. هتعمل كده ليه؟ عشان ايه؟ اكيد لا، ما تعملش كده. بس ده ما يمنعش ان البنات حاجة مقدسة شوية في المجتمع بتاعنا او في كل المجتمعات غالبا. بس برضو ما تبقاش سمب، ما تبقاش عيل مريل، لان هما ما بيحبوش كده. خليني اقول لك ان البنات بيقولوا كلام هم مش عارفين هم بيقولوا ايه. لما يقولوا عايزين راجل يهتم بينا ومش عارف ايه، وهم مش عارفين هم بيقولوا ايه، ومش عارفين هم عايزين ايه اصلا. هبقى اتكلم عن كل ده في فيديو تاني. بس دلوقتي عايزك تعرف ان انت بتفشل برضه عشان انت بتسمع لمخك. مخك اقنعك بحاجات كتير جدا غلط، وانت بتروح تسمع له. عايزك تتخيل مثلا انالوجي معينة هعملها دلوقتي، ان انت في مطعم او في اي تجمع يعني، وعايز نصيحة، حبكت انك عايز نصيحة دلوقتي. هل هتروح تسمع لأغبى واحد في المكان اللي هو انت، اللي هو مخك؟ اكيد لا. مخك اقنعك فوق ال1000 مرة انك تروح تتفرج على بورن او بورنوجرافي. ماشي، مخك اقنعك فوق ال1000 مرة انك تروح تعمل الحاجة دي. فانت ليه تضطر انك تروح تسمعه تاني؟ ليه حبكت انك تروح تسمع للشخص ده تاني؟ ماشي. عشان كده كلنا محتاجين منتور، كلنا محتاجين حد معين نسمع له، كلنا محتاجين حد معين نثق فيه. عشان انت ما ينفعش تفكر لوحدك. عقلية ان انا هعمل كل حاجة لوحدي وانا اللون وولف ومش عارف ايه، ما عادتش بتنفع للاسف، ما عادتش بتنفع. انا اتمنى لو كان الموضوع كده، بس للاسف ما عادتش بتنفع. ماشي. هوقف الفيديو شوية وارجع تاني، خليك معايا. خلينا دلوقتي ندخل في البارت 2 من الفيديو. اتكلمنا في بارت 1 حاجة مهمة، ليه انت بتفشل، الاسباب الرئيسية، الحاجات العامة شوية. طبعا انا لو عايز اعمل الفيديو ده 5 ساعات اقدر اعمله 5 ساعات، بس انا بحاول اختصر على قد ما اقدر واقول الحاجات الشائعة اكتر. نخش بقى دلوقتي البارت 2 من الفيديو. طبعا الفيديو انفلترد، انا بتكلم براحة تامة. هتكلم على التستوستيرون، وهتكلم عنه بشكل مختلف شوية. طبعا اغلبية البشر دلوقتي فاكرين ان التستوستيرون هو مجرد هرمون جنسي بحت، ملوش اي فايدة تانية. الموضوع ده غلط جدا. التستوستيرون مجرد، او مش مجرد، كلمة غلط هقولها. التستوستيرون هو دافع حياة للرجالة. تمام. هو ده اللي بيحركك، هو ده البنزين بتاعك كراجل، هو ده البنزين بتاعك. ماشي. عشان كده انا بستغرب جدا لما تحاليل تطلع ويقولك الافريج
من 300 لحد 600 نانو جرام. انت عارف ان الرقم ده قليل جدا؟ عارف ان اجدادك كانوا بيلعبوا في الالف، الف ونص؟ احنا ما نعرفش، انا يعني ما اعرفش زمان قوي كان كام، بس انا متأكد ان هو كان يوصل الف ونص، الفين عادي لشاب، كشاب عادي. انا متأكد ان الرقم ده كان موجود، انا متأكد. ماشي. إيه اللي حصل؟ ان الاكل كله بقى مصنع، اللايف ستايل بقى زبالة، الناس بقت جوه البيت بشكل كبير، بقوا بيتعرضوا للموبايلات. فكل دي حاجات بتغير طبيعة البني آدم، كل دي حاجات بتغير طبيعة البشر، فالتستوستيرون بيقل. ايه يا زياد الحاجات النفسية اللي بتتغير مع زيادة أو قلة الهرمون؟ خلينا نسميه تيست عشان ما نقولش تستوستيرون، خلينا نقول تيست على طول. التيست لما يبقى قليل، انت مش بتبقى عايز تخش في كومبيتيشن، مش عايز تخش في مقارنة. عارف في نصيحة غريبة جدا بتقال دلوقتي، الناس تقعد تقولك ما تخشش في مقارنة مع الناس، اوعى تقارن نفسك بحد، انت مختلف، ما تقارن نفسك بنفسك امبارح بس. النصيحة دي غلط ونصيحة مش كويسة، علشان ببساطة الدنيا ما بتشتغلش كده. الدنيا ما بتشتغلش كده. انت لو واقف في جيم او واقف في اي مكان، انت unconsciously، من غير ما تستوعب، قارنت جسمك بجسم اللي جنبك، الناس اللي حواليك قارنوا جسمك بجسم اللي جنبك، لان first impressions last. دي حقيقة احنا ما نقدرش ننكرها. اول impression انت هتديه للناس هيفضل مع الناس، مفيش اي حاجة تختلف. ماشي. فالمقارنة بتحصل سواء انت عايز او مش عايز. واحلى جملة ممكن اقولها لك دلوقتي: if you play the game you might as well win it. if you play the game you might as well win it. انت لو هتلعب اللعبة كده كده، ليه ما تكسبهاش؟ الناس اللي بتكره المقارنة بيكرهوها عشان هم بيبقوا أسوأ دايما من الناس اللي بيتقارنوا معاهم. في ناس، في رجالة، في فئة من المجتمع الكيلرز، اللي هم الناس اللي فعلا هيوصلوا لحاجة كبيرة. دول بيفكروا ازاي؟ دول لما يشوفوا حد أحسن منهم، الموضوع بيبقى بنزين ليهم، بيبقى دافع ليهم، اللي هو ما بيعرفش ينام يوميها. انا حصل لي كده امبارح، مريت بموقف ما. تمام. خليني اقول شفت حد احسن مني بكتير، ما عرفتش انام امبارح، كانت الساعه 12، قلت انا لازم اصحى 4. للاسف ما صحيتش 4، لان تقريبا منبه مرنش، او انا ظبط 4 العصر مش 4 الفجر، مش فاكر ليه، بس صحيت 6. وده نيرفس سيستم تريننج، لان انا ممكن انام 12 ساعه متواصل عادي، بس عشان انا انا مفهم جسمي ان لازم اصحى بدري، فانا عملتها من غير ما الاحظ. تمام. بغض النظر، فانت لو تستوستيرونك قليل وعندك ضعف جنسي، فانت غالبا هتكره المقارنة مع اي حد تاني، هتحسها انها حاجة انسكيور انك تقارن نفسك مع الناس التانية. مع ان بل بالعكس، انا بشوف الشخص اللي بيقارن نفسه مع الناس شخص سكيور، هو مش خايف يقارن نفسه مع الناس، بل بالعكس، he loves competition, he loves battle. في شخصية كده كرتونية ولا كوميك بوك اسمها باتل بيست. باتل بيست من احسن الشخصيات اللي الناس ممكن تشوفها. هو في كوميك بوك اسمه انفينسيبل. ماشي. فكرة باتل بيست ان هو عايز باتل، هو عشان كده اسمه باتل بيست، قوي جدا، عايز باتل، عايز يموت في باتل، ومش عارف، لانه كل ما يخش باتل يهزم الناس اللي ضده. انا عايزك تبقى كده، انا عايزنا كلنا نبقى كده، عايزين باتل، عايزين كومبيتيشن. الكومبيتيشن بتعلي التستوستيرون لو ما تعرفش. التستوستيرون ما هواش هرمون جنسي بحت زي ما احنا متخيلين. التستوستيرون ليه علاقة بكل حاجة: شخصية الراجل، طريقة تفكيره، الريزيلينس بتاعت الراجل. الريزيلينس هي انك
تعدي مواقف كتير صعبة وما تستسلمش وتفضل مكمل. دي الريزيلينس. لازم يبقى عندك جريت، اللي هو انت حيوان وعنيد، اللي هو على طول مكمل، ما بتستسلمش، اللي هو انت دايما مكمل. دي تقريبا احسن عقلية ممكن تبقى عندك، انك تبقى ريزيلينت فشخ، انك تبقى عنيد فشخ، لان الحاجات دي هي اللي فعلا بتفرق بين الراجل الناجح والراجل الفاشل. واحنا في مجتمع، اصح حاجة تتقال عليه ان هو مجتمع فاشل. عارف الناس اللي بتطلع تقول الرجالة عبروا عن مشاعركم وعيطوا عادي، كل الرجالة بتعيط؟ الفئة دي انا لاحظت ان اغلبها بنات. فانا اللي هو وقفت كده استغربت شوية، وكنت عايز اسأل سؤال: هل البنات اللي بيطلبوا من الرجالة ان هم يعبروا عن مشاعرهم عارفين الموضوع خطر قد ايه؟ هل انت عارفة الموضوع خطر قد ايه؟ ان بني ادم عنده قدرة عالية شوية physically mentally، نقدر نقول for most part، ان هو يعبر عن مشاعره، يبقى بني ادم عاطفي من الاخر. موضوع خطر جدا. موضوع ممكن يسبب بقتل ناس، اغتصاب ناس. لان كل الفورمز دي من الجرائم هي جرائم عاطفية. هو فكر في حاجة راح عملها، اي حاجة جت في دماغه راح عملها. انك تبقى عاطفي حاجة غلط كراجل عنده اللي هو superiorly physical، او عنده physical superiority من البشر اللي معاه. تمام. لان خلينا متفقين ان الراجل اقوى من الست ايا كان هي بتعمل ايه. والناس هتقول لي لو هي بتتمرن ملاكمة او حاجة كده، ملهاش اي علاقة. في واحدة كانت بطلة عالم في تايكوندو باين ولا كاراتيه، مش فاكر حاجة من الاتنين. خطيبها باين ولا صاحبها اتضايق منها في مرة وضربها، جاب لها عنها مستديمة، اللي هو وهو ما عملوش اي مارشال ارتس بيعملها. خليني بص اقول لك دي. فاي حاجة نقدر نتفق عليها ان الميل عنده physical superiority احسن بكتير من اي حد تاني. هو superior بالنسبة للستات وطبعا الاطفال يعني. فانت تخيل ان بني ادم زي ده يعبر عن مشاعره عادي. الموضوع خطر جدا. موضوع ممكن يتسبب في موت ناس كتير. عارف في امريكا، انت لو عايز تحل المجتمع بسهولة حل امريكا. هو ده البيك هيومن اكسبيرينس. عندهم جرائم كتير، عندهم قتل كتير، عندهم ناس بتعبر عن مشاعرها كتير، عندهم ناس ناجحة كتير. فعشان كده انا اغلب الامثلة اللي بضربها بتبقى ليها علاقة بامريكا اكتر. لان عندنا وحتى عندنا والله، انت شفت اكيد البنات اللي كانوا مصاحبين عيال، ما اقدرش اقول عليهم رجالة لان هم بيعبروا عن مشاعرهم، وراح قتلها عشان سابته. انت اكيد سمعت عن الحوادث دي. اكيد سمعت في امريكا عن حاجة اسمها السكول شوتينج. السكول شوتينج باختصار، واحد في المدرسة كانوا الناس بتتنمر عليه، راح اشترى سلاح او سرق سلاح ايا كان عملها ازاي، وراح قتل الناس اللي في المدرسة. هل ده واحد فكر في مشاعره وقال لا انا هفكر بطريقة منطقية؟ اكيد لا. ده واحد عبر عن مشاعره، ده اللي بيروح يعيط قدام الناس. انت لو راجل بتعبر عن مشاعرك، وانا مش عايز نقاش في الفكرة دي، انت خطر على المجتمع. انت غالبا هتعمل مصيبة في المجتمع. نتكلم دلوقتي بشكل بيولوجيكال اكتر. التستوستيرون بيقل ازاي؟ في حاجة اسمها المايكرو بلاستكس في الجو. هو في اي حاجة بلاستيك، البلاستيك بيطلع حاجات صغيرة كده اسمها مايكرو بلاستكس، اللي هو بلاستيك صغير قوي ما بيتشافش بالعين. الحاجات دي بتخترق الجلد، بتتنفسها عادي، بتقدر تاكلها كمان وبتدخل في جسمك. لقوا ان البلاستيك ده بيتجمع في التستكلز، او في الخصية، او في بضانك، لو عايز ابسطها اكتر. الموضوع ده مضر في ايه؟ لان البلاستيك فيه كيميكالز معينة اسمها البي بي اي، البي اف اي، البي اف اوز، الحاجات دي كلها
الفوريفر كيميكالز اللي هي البي اف ايز، فاليتس. في كيميكالز كتير جدا وفورمز كتيرة جدا منها بتعمل مشاكل في الاندوكراين سيستم. انتي اندروجينيك، ضد الاندروجينز اللي هي التستوستيرون والحاجات اللي بتكبر جسمك، الجروث هرمون، كل دي ضدها. عشان كده بتلاحظ ان العيال دلوقتي شكلها اصغر بكتير من سنها، ودي مش مجرد صدفة، دي مش صدفة بحتة. العيال اصغر بكتير من سنها. روح اي مدرسة، روح فصل تالتة ثانوي او تانية ثانوي، هتلاقي العيال they could pass as واحد في اولى اعدادي easily easily. ليه؟ لان نسب التستوستيرون بتقل، العيال بيطولوا اكتر عشان يوصل لمرحلة البلوغ. فدي حاجة طبيعية بتحصل. هي مش طبيعية بس طبيعي للمجتمع اللي احنا او الطريقة اللي احنا عايشين بيها. المشكلة كمان في اللبس اللي احنا بنلبسه، اغلب اللبس بوليستر دلوقتي. عايز تعرف ايه البوليستر؟ شوف العلم ده مثلا، العلم ده معمول من بوليستر، تمام؟ بيبقى الخامة بلاستيكية كده، صح؟ الحاجة اللي معمولة من القطن ما بتسربش مايكرو بلاستكس لان هي قطن او صوف، ما بيسربوش الحاجة دي. انما البلاستيك بيسرب مايكرو بلاستكس انا مش عارف اتكلم. بتسرب مايكرو بلاستكس في الجسم وبتعمل لك المشاكل دي كلها. لان انت لما تلبس بلاستيك، البلاستيك ده بيدخل من الجلد حرفيا، من الجلد لحد الدورة الدموية، لحد ما يروح يترسب في أماكن مختلفة كتير في جسمك. قاعدة منتشرة تقدر تدور عليها. أنا عارف في ناس أول مرة تسمع الموضوع هتقول لي إزاي يا اسطى إزاي؟ آه، فعلا كل ده بيحصل. قبل ما أتكلم عن البورن والأدكشن وكده، آخر حاجة أتكلم عليها هي الانفلونسرز اللي أنت بتحبهم، اللي أنت بتقعد تعرص لهم اليوم كله، لعيبة الكرة اللي أنت بتحبها وتقعد تعرص لها اليوم كله. الناس دي لو جمعتهم، او بطريقة ما انت دخلت مستشفى، او حد انت بتحبه دخل مستشفى وانت محتاج دولار واحد بس عشان تتعالج، اغلبيتهم مش هيساعدوك. عشان كده ما تبقاش فان بوي. فكرة ان انا رونالدو فان، انا ميسي فان. انت لا رونالدو فان ولا ميسي فان، انت لو تيست بيتش. يعني حرفيا انت تستوستيرونك قليل، فشايف فحاطط انت شايف فكرة تقديس رجالة تانية غير نفسك، او انت شايف ان هم احسن منك والبشر كلهم تحت. فانت غالبا تستوستيرونك قليل وما عندكش شخصية. انا كنت اقول شخصيتك ضعيفة بس انت ما عندكش شخصية اصلا. عشان كده ما تقدسش الناس، ما تقعدش تعرف الناس اليوم كله. يعني حافظ على قيمة نفسك شوية، اعرف قيمة نفسك شوية. ندخل في حاجة تانية دلوقتي، البورن ادكشن وهاو تو اوفركم ات. عايزك تعرف ان اي ادكشن في الكوكب، انت لو عايز تتخلص منه، حاجة واحدة بس انت محتاج تعملها، انك تكرهه بس. هوب، انت عايز تقفل الفيديو دلوقتي؟ اهلا. تكره البورن ادكشن ازاي؟ عايز تعرف ان الاندستريز دي معمولة من يهود. فانت كل ما تتفرج عليها اكتر، كل ما انت دايركتلي، بشكل مباشر بتدعمهم. تدعم اليهودي اللي عامل موقع عشان يبوظ حياتك. ليه البورن بالذات اللي استخدموه عشان يبوظوا حياة الناس؟ لان هي حاجة سهلة جدا هما يعملوها، حاجة مطلوبة جدا لان هي غريزة حرفيا في البشر. ديل I'm all for it على طول. بوظ المجتمع يا اخويا، بوظوا المجتمع، المجتمع اتفشخ. وانت لحد دلوقتي بتروح تعمل نفس الحاجة، بتروح تكمل في نفس المشوار. عارف ان اغلب الناس اللي بيظهروا في الافلام دي ترافيكت، اللي هما متهددين، مش بيعملوا الحاجة بمزاجهم for the most part. ما بيعملوش الحاجة بمزاجهم، او بيعملوها بمزاجهم بس مضحوك عليهم. وده برضو يعتبر ترافيك، ترافيكينج، هيومن ترافيكينج بشكل من الاشكال. عايزك تعرف ان
المشاكل دي كلها تتحل لما فعلا تكره الاندستري دي. وانا والاف غيري عملوا الموضوع ده. الموضوع سهل جدا، اسهل مما تخيل. واللي بيطلع يقنعك ان الموضوع صعب هو مش عايز مصلحتك. الموضوع سهل جدا. انا لو عايز، انا عايز اعمل تجربة ان انا ارجع ادمن الموضوع ده تاني. اقعد مثلا شهر كل يوم اتفرج على الحاجات دي، بس انا مش عايز الصراحة، عشان مش عايز اخد ريسك ملوش لازمة، وفي نفس الوقت هي حاجة حرام، فانا بقى what the fuck am I doing؟ فمش مستاهلة، لا. بس انا عايزك تفهم ان البورن باختصار هي عاطفة. انت عشان بتفكر طريقة عاطفية لجأت لحاجة زي دي، انت عشان فاضي ومتوحد لجأت لحاجة زي دي. انت لو دريفن وفي حاجة بتمشيك حرفيا مش هتعمل الموضوع ده. انت مش هتلجأ لحاجة زي دي الا لو انت ضعيف نفسيا، نفسيتك زي الخرا. تظبط نفسيتك ازاي؟ محتاج تتبع حاجة معينة، محتاج رود ماب تتبعها عشان تصلح من نفسيتك البايظة. هتعمل ايه؟ لازم يبقى عندك هدف تحققه. لازم حياتك كلها تبقى ماشية على الهدف ده لحد ما تحققه. وقسم السنة بتاعتك 3 شهور 3 شهور 3 شهور. 3 شهور اللي هي ارباع يعني. كل ربع من السنة انت عايز تعمل فيه حاجة معينة. ربع انا عايز اعمل فيه جسم، ربع انا عايز اصنع فيه محتوى، وهتكمل طبعا مع الحاجات دي كلها. ربع انا عايز اركز على العلاقات. ربع اللي هو فاهمني انت ودماغك يعني. عشان كده يعني بجد البورن ادكشن سهل قوي انك تسيبه. وانا ما بقولكش انك تقطع الموضوع مرة واحدة، انا بقولك انك سهل انك تسيبه. انا بقولكش على طول مرة واحدة اقطعه، بل بالعكس. ممكن احسن نصيحة اديها لك انك ما تفكرش في الادكشن كتير. لان في ناس شخصياتها ادمانية لدرجة ان هو هيخش من ادمان بورنوجرافي لادمان ان هو يبطل بورنوجرافي. انت متخيل الفكرة؟ هو من كتر ما هو شخصية ادمانية ممكن يدمن اي حاجة حرفيا. علشان كده اسهل حل ممكن تعمله انك ببساطة متفكرش في الادكشن كتير. حاول انك تشغل نفسك. انا عارف ان النصايح تبان اللي هو تقليدية فشخ، بس يا جماعة ده اللي ظبط معايا ومع ناس تانية كتير جدا. انت لازم تكره الموضوع، لان انت لو بتكرهه هتحس انك سلعة. المرة الجاية لما تيجي تفتح حاجة زي دي حس انك سلعة. حس بالشخص اليهودي اللي عمل الموقع وقعد يظبط فيه ويعمل مش عارف ايه ويحط استراتيجي ويدفع للناس كتير عشان يعملوا كذا وكذا وكذا، وانت قاعد ورا الشاشة بتفشخ حياتك، بتفشخ الريليشن شيبس المستقبلية بتاعتك. حلمك اللي انت عايز توصله غالبا هتفشل فيه عشان انت بتفتح حاجات زي دي. انت مش راجل كفاية عشان انت بتفتح حاجات زي دي. انت عارف ان هم عملوا دراسة لقوا ان الشاب اللي بيتفرج على بورنوجرافي عنده نسبة اعلى بكتير ان هو يبقى شاذ. يعني انت 50% شاذ دلوقتي ومتعرفش. 50% شاذ. عندك نسبة اعلى بكتير انك تبقى ديوس او كك زي ما بيقولوا، لان انت عمال تتفرج على واحد نايم مع البنت اللي انت عايزها. mentally subconsciously it all makes sense. فكر فيها. لو انت باستمرار على مدى اسابيع وشهور وسنين قاعد بتتفرج على واحد بينام مع البنت اللي انت عايزها، لما تيجي تخش في علاقة، انا بتكلم hypothetically، لما تيجي تخش في علاقة انت هتقعد تتخيل واحد بينام معاها وهتهيج على الموضوع ده. اح مش عارف اقول ايه. انا عايزك تفكر في جملة تاني. لو انت دخلت في ريليشن شيب مع واحدة عجبتك او واحدة انت بتحبها، وانت اتبرمجت على مدى سنين وشهور واسابيع وايام انك تتفرج على واحد بينام مع واحدة انت عايزها، لما تخش في ريليشن شيب ايه اللي هيحصل؟
الموضوع هيجي في دماغك، وانت ما تقدرش تنكر الموضوع ده، لان انت مخك مش شغال بطريقة كويسة. عارف ان البورنوجرافي بتعمل برين دامج، بتدمر خلايا المخ؟ عارف ان ليها تأثير زي الهيروين؟ انت عارف حاجات كتير، بس انا ده اللي اقدر اقوله لك دلوقتي. انت لو عايز تسيب الموضوع you can do it. سهلة. الناس كانت بتحارب وهي صايمة زمان. زمان ايه؟ من 60 سنة في حرب الناس كانت بتحارب وهي صايمة. وانت مش عارف تبطل تفتح موقع على شاشة؟ مش عارف اقول لك ايه. مش عارف اقول ايه، لان انا مفيش حاجة اقدر اقولها غير اللي انا قلته. فكر في اللي انا قلته كويس. اعرف اللي انا قلته، خليه في دماغك، لعل حاجة تتغير. غير كده ده اللي عندي النهاردة. اشوف بس لو فوتت اي حاجة يعني. اتمنى بجد حد يكون وصل للمرحلة دي. اتمنى اتمنى اتمنى. مم. حاجات بسيطة بس ملهاش لازمة أوي، ممكن ابقى اتكلم عليها مرة تانية. بس كده. سلام.